السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النيش بتاعي بقى يا جماعة، عشان انا كنت في الفيديو اللي قبل ده قلت لكم ان احنا عايزين نعمل النيش تنظيفات بقى رمضان. كل سنة وانتم طيبين وتعود عليكم الايام بخير يا رب. هنا بوريكم بقى يا جماعة ان النيش عندي مليان تراب، مليان تراب حقيقي يعني، حرفيا التراب مغطيه. هنا عندي طبعا اللي هو ما شاء الله النيش عندي كبير. هو 4 ضرف، ماشي، ضرفتين يمين وفي ضرفتين يعتبر في النص يعني. اللي في يمين وشمال حاطه الكاسات، حاطه الحاجات اللي هي الخفيفه يعني، لكن في النص بقى هي الأطقم. طقم صيني، طقم اللي هو طقم الجاتوه. هنا بقول لكم بقى انا وسعت الانتريه خالص من المنطقه دي، علشان ايه؟ الضرفه اللي هنزلها هغسلها وارصها على طول، عشان بنتي طبعا انتوا شايفين هي في النص ازاي واقفالي لاي حاجه يعني رايحه جايه عايزه تكسرها. فطبعا الواحد يعني الحاجه ديت مش جايه بالساهل يعني، فالحمد لله. نعم بقالي 11 سنه متجوزه اللهم بارك. بس برضك يصعب عليا لو حاجه اتكسرت، مع اني لازم حاجه بتتكسر يعني، يوم النيش ده لازم حاجه بتتكسر يعني. هنا اللهم ذكرني، الفوطة دي يا جماعة ناعمة جدا، حلوة، بتخش في كل التفاصيل يعني، وأي صابون عند حضرتك يعني، أي حاجة بريل أي حاجة. هنا طبعا دي ليفة ناعمة، حاجة ناعمة خالص عشان الكاسات والحاجات الرقيقة دي. بصوا التبصيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بالله عليكي ما تنسيش ان انت تشتركي في القناة معايا وتفعلي الجرس عشان تبقي معايا يعني في كل الحاجات اللي جاية ان شاء الله، تنظيفات بقى رمضان وكده يعني. هنا بقول لكم بقى، بصوا الناحية دي انا نزلتها، والحاجة الناحية اللي بتنزل بغسل على طول المفارش بتاعتها، بغسلها كده بشوية اللهم صل على سيدنا محمد، بتاع ده هو داوني بس. هنا بقى بصوا يا جماعة، مش غسيل، هو يا دوبك التراب بس ينزل من عليه. غسلت الطقم ده. اول حاجة اللي هو طقم اسمه اللهم ذكرني، طقم القهوة. ماشي، اللي يتغسل على طول بسيبه ينشف على جنبه، وابتديت باللي هو الناحية اليمين، وبعد كده خدت الناحية الشمال اللي هي فيها الكاسات دي. هنا طبعا رصصت اللي هما الشاي واللي هي شايلة الكحك والبسكوت والحاجات دي كلها والبونبونيرة وكده. هنا بقى برضو عملت الكاسات كلها وسبتها على جنب كده مع نفسها ايه، تتصفى. على طول رحت جاية يا دوبك، اول بس ما حسيت ان هي اتصفت شوية، رحت جاية سبتها تتصفى شوية، وبعد كده ايه هروح اعمل اللهم صل على سيدنا محمد. هنروح بقى هنا ايه، هلمع الازاز ده. هو بصراحة الفوطة دي يا جماعة جميلة، حلوة قوي، تنفع بصوا لكل حاجة. طبعا انا ما بنفضش علشان الحاجة ايه اللي في الارض ديت ما فيش حاجة تراب يجي عليها وكده، فعلى طول على طول كده ايه، بمسح. طبعا انا عندي هنا سبوتات في النيش من جوه، حطاه يعني كده عشان الحاجة اللي جوه تظهر وكده. فالحاجة اللي على طول يا دوبك تنشف اروح جاية رص على طول، عشان بنتي ديت كنت خايفة منها بصراحة خالص. فهنا دي اول رصة يعني، لو عجبتك يعني او كده يعني اعمليها عندك وكده. اللهم صل على سيدنا محمد. ولو في اي حد ليه تعليقات يعني على الرصة قولولي، بس ما وعدتكوش ان انا ممكن اعملها، علشان خاطر الواحد ما بيصدق ما بيعمل حاجة ويقفلها خلاص. هنا ديت الرصة اللي هي الناحية اللي في اليمين والناحية اللي في الشمال. اللي هي شايل الكحك والبسكوت اللي فوق ديت انا عاملاها على جنب كده. وده طقم الشاي اللي فوق او القهوة زي ما بتسموها، ودي البونبونيرة انا شايلاها من الحمالة بتاعتها. تمام. هنا برضك اللي في النص بقى، انا يا جماعة بصراحة المقطع ده انا ما صورتوش يعني، اللي في النص ده كنت مستعجلة بسرعة 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 عشان بنتي، فشلت الحاجة وغسلتها، وبوريكم بقى الرصة الايه الاخرانية. ده طقم الجاتو عندي. تمام. وهنا طقم الفاميه كنت كسره عشان هو اسود بالابيض شويه من بصوا عارفين انتوا الحمالات اللي هي بتتحط كده، يتحط عليها الاطباق. هنا طقم الصيني والاكروباركس. تمام. نص كده ونص كده، فاللي يعجبه يعني الرصة ديت يعملها كويسة حلوة، شكل حلو يعني. طبعا هنا اللي هو الطقم الجاتو ده لازم يبقى في رف لوحده،
لانه ما شاء الله كتير. اللي تحت خالص دي بقى الفناجيل اللي هي بتاعت الصيني كلها. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. والحمد لله الحمد لله يعني ان الواحد خلص من موضوع النيش ده، كان هم. طبعا اللي تحت ده بقى، بصوا اللي هنا تحت ده الفلتر عندي. بتاعت الكحك، بتاعت البسكوت اللي هي اسمها مكنة البسكوت اللي في الكيسة دي. في حاجات كده اللي هي الحاجات اللي انا مش محتاجاها قد كده حطها تحت. بوريكم كده الرصة على رواقة تاني. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا يا جماعة الحاجات دي من 11 سنة يعني، ففي طبعا حاجات أحدث وحاجات أحلى طبعا طلعت. بس كل واحد حاجته عنده غالية يعني. فحاجتي الحمد لله بحبها. دي شنطة المعالق وشنطة السكاكين، واللي هي شايلة الشوك والمعالق والحاجات دي حطها تحت برضه. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا حاطة اللي هو كاسين، كاس نايم وكاس نايم عليه كده، اللي هو عكس عكاس يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بوريكم الرصة يا جماعة، برضو اللي حابب ان هو يتوكل على الله يعني ما فيش اي مشاكل، والله احنا اخوات برضو. ربنا يصلح احوالكم جميعا يا رب. بس بالله عليكي ما تنسيش ان انت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتدوسوا لي لايك يا جماعة. ما حدش يدوس لي لايك ليه على الفيديو يا جماعة؟ مش احنا اخوات؟ طبعا الولاد طلعوا الفوانيس وكل حاجة. السلام عليكم.